السلام عليكم. قناة لمسة شامية معكم. بدي أعمل اليوم مبرومة فستق. عندي هي الكنافة، هي خاصة بالمبرومة. فيك تجيبيها وتفرزيها وتطلعيها امتى ما بدك، تقطعيها بتقعد فترة طويلة عند منك. طلعيها وقطعيها. بدي أقطعها هيك ناعم، وأساسا لما بتكون بالفريزر تقطيعها بصير أسهل. وفيك تستعملي أي مكسرات انت حابتي، يعني ما بدك فستق فيك تستعملي كاجو، فيك تستعملي لوز، انت اللي بتحبيه. لكن نحن عنا بالشام مشهورين بالكنافة بالفستق الحلبي وبالفستق البلدي كمان، بتطلع أطيب. فأنا هلا عم قطعها، ولما بتكون الفرزة بتبقى تقطيعتها أسهل. فيكي تقليها وفيكي تشويها، لكن بالقلي أفضل، لأنه القلي أنا حتم باستمرار عم قلبها. أما لو بالفرن بدك تلبكي كل شوي، بدك تطلعيها وتقلبيها، فبالقلي أفضل لتطلع كلياتها لون واحد. هلا حطيت السمنة، هخلي السمنة تسيح ونزلها لحتى اقليها. وهلا اول ما بتغلي بدك تقليها دغري فورا طلعيها على المصفاية وخليها هي سخنة تنزل السمنة الزايدة منها، يعني لا تستني لحتى تبرد. السمنة بتعود بتتم عليها وبتجمد. فنحن هيك الافضل فورا انك تطلعيها ودغري تحطيها بمصفاية لتصفي سمنتها. وانتي عم تقليها ايدك ما بصير تقيميها منها، دغري بدك تحركي لحتى ما يطلع كل جزء منها لون. هلا حنزلها، وطبعا الكمية انت اللي بتحبي تساويها ساويها. فيك تعملي الكمية اللي انت بدك اياها، وحتى الفستق الكمية اللي انت بدك اياها تحطيه. فيك تكتري فيك تقللي انت على رغبتك. وما بصير نحط لها زيت، لا ما بتطلع طيبة. بالسمنة اطيب، وكل ما كانت السمنة طيبة حتطلع الاكلة اطيب. واذا بتلاحظوا انه هي السمنة انا اللي حطيتها كلياتها شربتها الكنافة، لكن متى ما بلشت تاخد لون بترجع بتطلع السمنة منها، وبننزل السمنة بالمصفاية لحتى تصفي على الأخير، وبعدين لتبرد بنبلش نشتغل فيها. بلش يتغير لونها، وإذا بتنتبهي إنه هي فيها شي صار لونه ذهبي وفي شي لساته أبيض. لو كانت بالفرن حتغلبك كتير. هلأ هيك خلصت، حطيتها بالمصفاية وصفت السمنة منها. حطيتها هلأ بطنجرة لحتى أقدر بس لتبرد. بدك تحطي لها قطر سميك، لكن أنا حابة هلأ حانطرها لتبرد، بس أنا حابة ما حط لها قطر، أنا حابة حط لها عسل. هلأ بس لتبرد بحط لها العسل وبدعكها لحتى شوفها تماسكت، بعرف إنه أخذت الكمية الكافية من العسل. عندي هذا الفستق فستق بلدي هاد، إذا حابة تقطعيه قطعيه، حابة تخليه صحيح بصير. هلأ أنا عجنتها بالعسل، وبتضغطي هيك عليها بتلاقيها لمت. طبعا أنا ما خليتها تبرد كتير لأنه العسل أنا عندي جامد، فهلأ بتتماسك أكتر. بس لحتى هلأ هي دافية بس لساتها، بس لتبرد كليا بتتماسك أكتر. هلأ حطيتها على نايلون، وبالشوبك بدي رقة. كل ما كانت رقيقة أكيد حتطلع أطيب وأظرف. جبت الفستق حطيت له القطر. القطر لازم يكون شوي سميك، واذا حابة طعميه بالما زهر فيكي. هلا حلفه، وبدك تضغطي منيح منيح، بعدين تفوتيها على الثلاجة لا يقل عن ساعتين. حطيته بقالب انا لوحة تقطيع حتى ما يتكسور معي، وخليه يجمد منيح ويتماسك. هلا هيك طلعته وقطعته، هي كانت النتيجة. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، والف صحة وهنا اذا جربتوها. وان شاء الله يكون الفيديو تبعي عجبكم. لا تنسوني من الاعجاب واللايكات والاشتراك بقناتي. صار عندي قناة تانية على الفيس، اشتركوا فيها. والسلام عليكم، فيديو جديد.